الأرض ميدان نسير به لنيل الأمنيات، ورحلة فيها نجاهد كي نرى معنى الحياة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل صلوات ربي وتسليماته عليه: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع برنامجكم الأسبوعي معا ننهض، وحلقة اليوم تحت عنوان مسارات الإصلاح والتجديد، الإصلاح الديني. كنا في الحلقات الماضية قد تحدثنا عن مسارات الإصلاح والتجديد على المستوى الرسمي ودور السلطة السياسية العثمانية في أواخر عهدها، ومسارات الإصلاح التي سلكتها في محاولة النهوض والتجديد والاستمرار والبقاء والديمومة في الساحة الدولية والحضور والفاعلية الحضارية عالميا. ولكن لاحظنا كيف كانت المآلات عموما التي انتهت إليها الدولة العثمانية في النهايات في عهد السلطان عبد الحميد. وسيكون إن شاء الله حلقة اليوم عن الحديث فيما يتعلق بالإصلاح المجتمعي، وهو امتداد لذات النهج الذي ذكرناه في أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة من خصائصها أنها أمة متجددة، أنها أمة تمرض ولا تموت، أنها أمة فاعلة، أنها أمة وسط، أنها أمة خالدة بخلود هذا الكتاب العزيز. وبالتالي سنقف بإذن الله سبحانه وتعالى كما وقفنا على المسار الرسمي، المسار السلطوي، مسار السلطة السياسية. نريد أن ننظر إلى واقع المجتمع وكيف كانت حركة الأمة في سياقاتها المختلفة، سواء في سياقاتها العلمية والمشيخية أو سياقاتها الفكرية والثقافية أو السياقات السياسية أو سياقات المقاومة المسلحة. كيف كانت هذه الأمة، كيف عبرت عن فاعليتها، كيف عبرت عن بقائها، كيف عبرت عن محاولات التجديد والإصلاح المجتمعي. نلاحظ بأن الكثير مما يكتب عن تاريخنا للأسف الشديد، وخاصة ما يكتبه أعداؤنا، يصورون لنا صورة قاتمة، صورة سوداوية، حتى تتصور الأجيال بأنه ليس عندها ما تعود إليه وليس عندها ما تستفيده ويمكن استثماره في محاولات التجديد والنهضة. وهكذا للأسف الشديد كما يقال التاريخ يكتبه المنتصر. وبالتالي الأمة بعد هزيمتها كتب لها تاريخ وكتبت لها مسيرة وقيمت تجربتها التاريخية ليس من داخلها، ولكن بشكل كبير كتب حول التجربة الإسلامية في كل سياقاتها، ربما من المستشرقين أكثر بكثير مما كتبت من داخلها. وهنا بطبيعة الحال لن يكون الشخصية المستشرقة مهما كان موضوعيا في دراسته لن يكون محايدا، لأنه ينطلق في نهاية المطاف من مركزية معينة، وهي مركزية الحضارة الغربية، والذي يقيم من خلالها بقية الحضارات. فهو ينظر إلى الحضارة، سياقات الحضارة وتطورها ونهضتها ضمن مركزية الحضارة الغالبة وهي حضارة الغرب، مما يؤدي بنا إلى تشكيل عقلية مسلمة مشوشة في نظرتها لتاريخها، مشوشة في نظرتها لرموزها، مشوشة كذلك في نظرتها لشخصيتها وهويتها. وبالتالي تهتز قضية الانتماء التي يفترض أن لا تهتز في ظل أمة كما ذكرنا يعني بتلك الخصائص التي ربما تحدثنا عنها في الحلقات السابقة. حلقة اليوم ستكون إن شاء الله حول الإصلاح الديني في الدولة العثمانية وما انتهت إليه في نهاية المطاف إلى يومنا هذا.
ظهرت بوادر تحركات علمية وعملية تنشد الإصلاح والنهضة والتجديد، وتجيب عن التساؤلات المختلفة في النوازل الحادثة في الأمة، وتركزت اهتمامات مسارات الإصلاح في الإصلاح الديني الذي إن شاء الله سنبدأ به الحلقة، الإصلاح الديني العقدي، والإصلاح الفكري والثقافي، والإصلاح كذلك على مستوى المسارات السياسية، كل ذلك في سبيل النهوض بهذه الأمة والقيام بدورها الرسالي وتجاوز عقبات الجهل والتخلف والأمية والتبعية، كما صاحب ذلك مسار المقاومة المسلحة في فترة من الفترات، وهي الفترات التي حاولت المنظومة الغربية الأوروبية أن تأخذ وتقضم أطراف هذه الأمة من أطرافها، فظهرت حتى في ظل بقاء الدولة وقبل سقوط الخلافة. حصلت هنالك جملة من حركات الجهاد والمقاومة في أطراف بلدان المسلمين، وهذه الفترات على كل تتفاوت ما بين القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر، بدايات القرن التاسع عشر والعشرين. كل ذلك كان في محاولة أن الأمة لم تستسلم في تاريخها، لم تستسلم هذه الأمة، بل ظلت أمة مقاومة، أمة مجاهدة، أمة قائمة بأمر الله سبحانه وتعالى، حتى ولو تخلفت في كثير من الأدوات المادية فيما يتعلق بالصراع والنهضة. بعد سقوط الخلافة أو سيطرة الأعداء على العديد من ديار المسلمين، ذكرنا بأنه قامت هنالك مجموعة من الحركات. فعموما إن شاء الله موضوع الإصلاح والتجديد المجتمعي مساراته هي 4 مسارات، سنحاول بإذن الله عز وجل نتناولها في حلقات القادمة. وحلقة اليوم المسار الأول هو مسار الإصلاح الديني والتجديد العقدي، المسار الثاني هو مسار الإصلاح أو الثورة السياسية، المسار الثالث هو مسار الإصلاح العلمي والفكري، المسار الرابع هو المقاومة والجهاد. 4 مسارات. هنا سنلاحظ بأن دور المجتمع، وليس لا نتكلم هنا الآن عن سلطة سياسية بقدر ما نتكلم عن حركة المجتمع. هذا المجتمع إلى أي مدى كان مجتمعا فاعلا، وإلى أي مدى كان مجتمعا يعبر فعلا عن الأمة التي تحدثنا عنها، هذه الأمة الوسط، كنتم خير أمة أخرجت للناس. فيما يتعلق بالإصلاح الديني كثير من الشباب وربما كثير من الدعاة والباحثين والعلماء إذا أراد أن يتحدث عن الحركات الإصلاحية خلال القرنين الماضيين، ربما أكثر حركة تشد الناس في إطار البعد العقائدي والتصحيح السلوكي والعودة إلى السنة والعودة إلى الحديث والعودة إلى أصول الكتاب والسنة على منهج سلف هذه الأمة، هو ما كان يعرف بالحركة الوهابية في نجد. كان من أبرز الحركات خلال الفترة الماضية التي استطاعت أن تبرز ثم تجد لها سلطة سياسية تدعم هذه الدعوة وتقف معها وتساندها، وبالتالي أثرت في العالم الإسلامي كما سنلاحظ بشكل كبير. لكن لو سألنا هل كانت هذه الحالة، حالة الحركة الوهابية إن صح التعبير، وهي بطبيعة الحال تسمية لخصومها، ولكنها هي عموما الحركة السلفية في نجد، هل كان والله الحركة السلفية في نجد السياق الذي ولدت فيه، هل كان سياقا معزولا عن حركة الإصلاح الديني داخل الدولة العثمانية، أم أنها امتداد لا ابتداء؟ يعني هل هي بداية أم أنها امتداد لحركة الإصلاح الديني داخل الدولة العثمانية، وبالتالي هي ليست معزولة عن سياقها، وبالتالي نظلم الأمة ونظلم الحركة ذاتها ونظلم كذلك العلماء الربانيين الذين أثروا حتى في هذه الحركة من مختلف بقاع الأرض. وهذا ما سنتفاجأ به في هذه الحلقة عندما ندرك أن حركة الإصلاح الديني في داخل الدولة العثمانية بدأت من بداية، يعني من نهايات القرن العاشر، يعني نهايات القرن التاسع وبدايات القرن العاشر الهجري، يعني قبل 400 سنة لم تتوقف حركة الإصلاح الديني ومحاولات تصحيح العقيدة، العودة إلى السنة، محاربة القبورية، محاربة التصوف، العودة إلى أصول أهل السنة والجماعة والتصويب في ذلك. وسنلاحظ بأن مختلف الاتجاهات ومختلف المذاهب ساهمت في هذا المسار، وبالتالي اختزال مشهد التصحيح والإصلاح الديني في إطار الحركة التي حصلت وكان لها شأن وكان لها بلا شك تأثير واسع جدا وانطلاقة أكبر بكثير من بقية الحركات. لكن ما أريد أن أصححه هنا هو أن حركة الشيخ محمد عبد الوهاب
التي نشأت في نجد هي عبارة عن امتداد ل4 قرون تقريبا، أو لقرنين قبلها، قرنين أو قرنين ونصف قبلها، من شيوخ وعلماء وفطاحلة كان جزء منهم في اسطنبول مركز الخلافة، وكان جزء منهم في الشام، وكان جزء منهم في مصر، وكان جزء منهم في الهند. هذه الأمة الممتدة لم يتخلف علماؤها في يوم من الأيام عن حركة الإصلاح، عن حركة التجديد، عن محاولات تصحيح الإيمان والعقيدة، محاولات تصحيح السلوك. بل بالعكس، ستلاحظوا بأن يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثمرة من ثمار حركة علمية دعوية إصلاح ديني طويل، وحركة تجديد مجتمعي بدأت من بلاد مختلفة كما سنلاحظ إن شاء الله. فدعونا قبل أن نبدأ في حركة الإصلاح الديني، وهنا سأخذ حركة الإصلاح الديني نموذج لها ربما حركة الشيخ محمد عبد الوهاب، الحركة السلفية في نجد. ولكن قبلها دعوني أن أبسط بعض القول وبعض الحديث حول بمن تأثر الشيخ محمد عبد الوهاب، ومن الذين سبقوه في ذات التوجه، حتى تكون الصورة واضحة. هنالك تيارات سبقت الشيخ محمد عبد الوهاب، جزء منها انطلق كما ذكرت من مركز الخلافة اسطنبول، جزء منها انطلق من حلب، جزء منها انطلق من فلسطين، جزء منها انطلق من مصر، وجزء منها انطلق من الهند. وهذه كلها صبت عبارة عن أنهار وجداول، كلها صبت في مسار الضخم الذي ولد الحركة السلفية بقوتها وفاعليتها في نجد، وتحالفها ربما مع السلطة في ذلك الوقت أدى إلى أن تكون أكثر تأثيرا وأكثر بقاء إلى يومنا هذا. لكن سنبدأ إن شاء الله في الحديث عن الشيوخ والعلماء الذين حملوا ذات الفكرة، فكرة التوحيد، فكرة الاتباع، فكرة تزكية النفوس، محاربة الشرك، محاربة البدع، محاربة القبورية. لأن هنالك للأسف الشديد الكثير من الشباب أحيانا ونحن نتابع الفيسبوك ونتابع مثلا الوسائط الاجتماعية يتصورون صورة قاتمة عن حركة الأمة، وكأنما والله المجتمع ما قبل الشيخ محمد عبد الوهاب كان مجتمعا كله مجتمعا قبوريا، مجتمعا مذهبيا، مجتمعا لا صلة له بالاتباع والسنة والحديث وغير ذلك. وهذا ما نحتاج حقيقة إلى تصحيحه إنصافا لحركة الشيخ وإنصافا لحركة الأمة بمجموعها، لأن الأمة لا بد أن ننصفها ولا تتصور الأجيال بأن والله كانت الصورة قاتمة ولم يعد هنالك أصلا أي امتداد للشيخ. وهذا إن شاء الله ما أريد أن أصححه في هذه الحلقة إن شاء الله. تعالوا معي إذن إلى الشيوخ الذين والعلماء الذين يمكن أن نقول بأن حركة الشيخ محمد عبد الوهاب في نجد تأثرت بهم وتأثرت بمجاهداتهم وعلمهم وحركتهم الدعوية بدءا من اسطنبول. فنأتي إلى الشيخ الأول، وهو الشيخ طبعا محي الدين ابن بير علي البركوي، إما البركوي وأحيانا يقال له البركلي، الشيخ البركلي، وهو علامة مفسر وفقيه ومحدث وصوفي. وهنا طبعا البعض يتفاجأ كيف يمكن أن تقول والله الصوفي وفي نفس الوقت سيكون امتداد لحركة الشيخ محمد عبد الوهاب. هنا لا بد أن ننظر إلى التصوف في بعده السلوكي التطهري التزكوي، بعيدا عما نختزنه نحن في ذاكرتنا عن الحالة الصوفية المنتشرة ربما في كثير من بلاد المسلمين. هذا الشخص كان من الأحناف، وهو داعية ومصلح، ظهر في يعني 981 هجرية، يعني كانت وفاته في نهايات القرن العاشر، وهو من أهل الاجتهاد والتجديد الديني، واشتهر في اسطنبول. وقال عنه العلامة ابن عابدين الحنفي الفقيه الحنفي قال أفضل المتأخرين، يعني أفضل العلماء المتأخرين، الإمام العالم العامل المحقق المدقق الكامل الشيخ العلامة محي الدين بن بير بن علي البركلي. وقال عنه الشيخ رشيد رضا عليه رحمة الله وعليهم رحمة الله جميعا، قال هو من المجددين في أرض الترك. هذا الشخص هو من المجددين في أرض الترك كما هو الحال في الدهلوي في الهند، وكما هو الحال للشيخ محمد عبد الوهاب في نجد. يعني البركلي هذا كان بالنسبة للأتراك أشبه بمحمد بن عبد الوهاب في نجد، وأشبه بالدهلوي في ولي الله الدهلوي في الهند. يعني هؤلاء كانوا رموز، الشيخ الدهلوي كان رمز من الرموز، وسنأتي إليه إن شاء الله وكيف تأثر به الشيخ محمد عبد الوهاب. وكذلك كان الشيخ محي الدين البركلي أو البركوي في منطقة الترك في اسطنبول تحديدا. ومن أشهر كتب هذا الرجل، من أشهر كتاباته
هي الطريقة المحمدية والسيرة الأحمدية. هذا الكتاب يتناول فيه الشيخ محي الدين يتكلم عن ضرورة الاعتصام بالكتاب والسنة والاتباع وترك البدع والخرافات والمحدثات وترك القبور وترك التوسل غير المشروع ونبذ التقليد ومحاولة الاتباع والالتزام بالكتاب والسنة. فنلاحظ هنا بأن في قلب اسطنبول وفي وسط في قمة عهد الخلافة اللي في القرن العاشر، نهاية القرن العاشر الهجري، يعني قبل 400 سنة، كانت هنالك حركة قوية جدا في داخل اسطنبول تتفاعل بذات الدعوة التي ربما ستأتينا في نجد. وهذه مهمة جدا، هذه المسألة في الذاكرة التاريخية لأبنائنا وشبابنا حتى نتصور كيف كانت الأمة ولا نختزل المشهد التاريخي في لحظة تاريخية وكأن ما قبلها كله ظلام وليس فيه شيء من النور. الشخص الثاني وهو أيضا من المهمين جدا مؤثرين أيضا في هذه الحركة التاريخية للأمة والإصلاح الديني، العلامة الشيخ مرعي بن يوسف الحنبلي. مرعي بن يوسف الحنبلي وهو مصري. لاحظوا الآن أنا أتكلم عن شيخ في اسطنبول ونتكلم عن شخص من أصول مصرية وهو من أشهر علماء مصره وعصره. كان هذا أيضا في بدايات القرن الحادي عشر، يعني تحديدا 1032 هجرية 1624 ميلادية، وهو من مواليد طول كرم. يعني هو عاش في مصر، ولد في فلسطين، وبلغ رتبة الاجتهاد ودعا للتجديد الديني وحذر من البدع والمحدثات، وكان ممن أحيا تراث شيخ الإسلام ابن تيمية. لاحظوا معي الآن هؤلاء في منطقة الحجاز ومصر يحمل دعوة يحيي فيها فكر شيخ الإسلام ابن تيمية. هنا نلاحظ هو حنبلي الأصل، ولكنه ستلاحظ كيف سيتحرك في الأمة. وهنا لا بد أن ننتبه عندما نذكر شخص بأنه مصري أو نذكر بأنه هندي أو نذكر بأنه نجدي، علينا أن لا نختزله في مكانه، لأن الحالة القطرية التي هي جعلت منا الآن سجون معزولة عن بعضها البعض، لا يستطيع العالم في مكة أن يتحرك إلى مصر ليكون عالما هناك وتحال إليه. لا، العالم ما قبل 100 سنة الأمة الإسلامية لم تعش هذا الهاجس أو هذا الهوس الذي نعيشه الآن، الهوس القطري الذي جعلنا في سجون معزولة عن بعضنا البعض. بالعكس، كانت الأوضاع في تلك الفترة يتحرك العالم من اسطنبول ليكون مكلفا بالإمامة في حلب، ليكون مكلفا في دمشق، ليكون إماما في الأزهر، ليكون إماما في القيروان، دون أن تكون هنالك أي شكل من أشكال التحسس القطري الوطني الذي ابتليت به الأمة طبعا في واقعنا المعاصر. فكان على كل هذا الشخص اللي هو العلامة مرعي، وهو من كبار الحنابلة الذين أحيوا منهجية الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة والسلوك والمنهاج، وهو أيضا من دعاة العقيدة الصحيحة والمنهج القويم. وأحسب أنه أيضا من الذين كانوا في حركة الإصلاح والتجديد داخل الدولة العثمانية الذين ظهروا بشكل كبير، لأن هذه الصورة النمطية الآن، لاحظوا معي الآن، هؤلاء كلهم ينادون من داخل قلب الخلافة بحركة الإصلاح الديني التي تريد أن تعود بالأمة إلى أصولها وإلى أصول الكتاب والسنة، وتتجاوز منهج التقليد وتتجاوز الحالة المذهبية والطرقية وغير ذلك، ليرتبط الناس بأصول الكتاب والسنة. وبالتالي هذه الصورة لا بد أيضا أن نستصحبها معنا ونحن نتكلم عن الأمة وتاريخها. ثالثا، من رجالات الإصلاح الديني أيضا، وهو من كبار رجالات العلم وهو يعني والفقه والحديث، هو العلامة محمد الأسطواني الحنفي الدمشقي. كان هذا أيضا في القرن الحادي عشر، وهو من أئمة الأحناف، وكان إمام عصره علما وزهدا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، حتى إنه في فترة من الفترات اصطدم بالسلطة السياسية هنا في اسطنبول وتم نفيه وسجنه ربما. فالشاهد بأن علماء الإسلام في تلك الفترة كانوا يساهمون في حركة الإصلاح الديني. هنا نلاحظ أن الشيخ الأسطواني أنه كان حنبليا، ثم صار شافعيا، ثم انتهى حنفيا، يعني استفاد من كل هذه المذاهب، وفي نهاية المطاف كان من الأحناف. وهذا الرجل مما يذكر عنه أنه كان من كبار الأئمة في جامع السلطان أحمد في اسطنبول، يعني جامع الإمام
اللي هو جامع السلطان أحمد هو مقابل لجامع آيا صوفيا. ويقال بأن جامع آيا صوفيا كان فيه مثلا متصوفة ويقيمون عليه التصوف وغيره، وجامع السلطان أحمد كان فيه هذا المحدث الشهير الأسطواني، واشتهر بدعوته لأهل الحديث وعرف، ولم تكن الأمة تعاني حقيقة هذه الإشكالات التي تعانيها الآن، بالعكس كان له تأثيره وكانت له دعوته التي تنتشر في بقاع الأرض. الأسطواني هنا على كل توفي بعد ذلك في دمشق، يعني عاش هنا في اسطنبول وأما فيها إمامة السلطان أحمد، ثم توفي مرة أخرى في دمشق. ورثه في الإمامة والعلم ورثه ابنه مصطفى الأسطواني، وهو من أعلام ومشاهير أهل الشام، حيث كان يؤم المصلين وله الخطابة والإمامة في الجامع الأموي في دمشق. وبالتالي نلاحظ أن الإمام الأسطواني الذي كان في اسطنبول انتشرت دعوته وانتشر تأثيره وانتشر علمه في الشام، وورثه ابنه بعد ذلك وتحرك بالدعوة والإصلاح في الشام. وهنا على كل توسعت رقعة أهل الحديث بشكل عام والذين يدعون إلى عملية الإحياء والتجديد، وهذا سيكون له أثره كما ذكرت بعد ذلك لبقية العلماء والمشيخات. رابعا، من كبار العلماء أيضا الذين أثروا في حركة الإصلاح والتجديد الديني الشيخ صنع الله الحلبي المكي، وهو فقيه حنفي مدافع عن صحة العقيدة وسلامة التوحيد، ورد على الكثير من شبهات القبوريين والتوسليين وغيرهم ممن يخالفون منهج أهل السنة والجماعة في هذا الباب. وتوفي هذا الرجل أيضا في القرن 11 تحديدا 1120 هجرية، بدايات القرن 18 الميلادي. خامسا، كل هؤلاء أسهموا عموما في الصورة التي إن شاء الله سنأتي إليها في حركة الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله. الشيخ عبد الله ابن إبراهيم ابن سيف الحنبلي، هذا مهم جدا. الشيخ عبد الله بن إبراهيم لأنه نجدي الأصل، وهو كان من أهل نجد، وهذا من شيوخ العلامة محمد عبد الوهاب. هذا الشيخ عبد الله هو من أفاضل علماء نجد وفقهائها، ثم ارتحل بعد ذلك إلى الشام، يعني من نجد ارتحل إلى الشام، وهنالك درس كذلك ودرس، قرأ على علماء الشام وأخذ على شيوخ الحنابلة، وخاصة أخذ على فضيلة العلامة الشيخ أبي المواهب شيخ مشايخ الحنابلة في الشام. أخذ الشيخ عبد الله الحنبلي أخذ عليهم، ثم رجع بعد ذلك إلى المدينة المنورة، وقد أخذ أيضا عليه الكثير من العلماء العلم، وأخذ كذلك عنه كثير من الطلاب. وتوفي عموما عبد الله النجدي في المدينة المنورة. ومن تلامذته المشاهير فضيلة الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. والشيخ أبو المواهب هو ممن أخذ العلم على يد الأسطواني، هذا الأسطواني الذي ذكرناه في الشام تتلمذ عليه. هنا نلاحظ أبو المواهب الذي تتلمذ عليه الشيخ عبد الله النجدي. وهذا يدلنا على أن حركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانت امتداد لا ابتداء، يعني لم تنشأ من فراغ. هذا يعني نخطئ عندما نتصور بأن والله كان أهل نجد معزولين في باديتهم وفي قراهم ولا صلة لهم بحواضر الأمة، سنلاحظ ذلك إن شاء الله. لكن هنا دعونا الآن نتصل. لاحظوا أن الشيخ عبد الله النجدي الذي هو شيخ من مشايخ الكبار للشيخ محمد عبد الوهاب درس على أحد المشايخ الأفاضل اللي هو شيخ الحنابلة في الشام، وهو أبو المواهب. وأبو المواهب درس كذلك على المدرسة الأسطوانية أو الشيخ الأسطواني وتلميذه وولده مصطفى الأسطواني. وبالتالي لاحظوا كيف أن الأمة كانت تتأثر وتتفاعل مع بعضها البعض. وكان لفضيلة الشيخ أثر عظيم في التأثير على الشيخ محمد عبد الوهاب. الشيخ عبد الله النجدي هذا من الذين أثروا تأثيرا مباشرا على محمد عبد الوهاب المجدد محمد عبد الوهاب. ومن خلال النظر في الإجازات العلمية للشيخ محمد عبد الوهاب يظهر لنا أن مشايخه كانوا علماء الحديث الحنابلة في دمشق، يعني هذا الاتصال العظيم ما بين نجد وما بين الشام. يقوم مثلا الشيخ عبد الله النجدي يدرس في الحديث والفقه الحنبلي يدرسه في الشام، ثم ينقل هذه المسألة لتلميذه الشيخ محمد عبد الوهاب، وبالتالي تتصل حلقة أهل الحديث ويتصل الإصلاح الديني في كل عواصم الأمة
الأسطواني في اسطنبول، أبو المواهب في دمشق، ثم عبد الله النجدي في نجد، وهكذا، ويتأثر به كما ذكرنا، وينقل عموما تجربته، وتأثر كذلك عموما بأهل الحديث في تجربتهم. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونطلع فاصل ونعود، فلا تذهبوا بعيدا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. المشاهدون الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويحلو الاستمرار والمواصلة معكم في مسيرة الإصلاح الديني في تاريخ هذه الأمة في القرون الأخيرة، محاولة لصناعة الذاكرة التاريخية لأجيالنا وشبابنا وصبياننا وأطفالنا وكبارنا، لأن أي أمة تفقد ذاكرتها ولا تستطيع أن تتعرف على ماضيها فإن العدو يشكل ذاكرتها ويشكل أجيالها، بل ويشكل مستقبلها ويشكل وجدانها. فنحن بحاجة إلى التعرف على تاريخ أمتنا وتاريخ علمائنا وتاريخ أبطالنا، حتى نستطيع إن شاء الله أن نكون على الهدى وعلى الصراط المستقيم، نتواصل جيلا بعد جيل وتحمل أجيال، يعني الأجيال المتتابعة، الراية من بعضها البعض. كنا نتحدث عن الشيوخ الذين سبقوا وتأثر بهم الشيخ محمد عبد الوهاب فيما أسميه الآن بقضية الإصلاح الديني. وما أريد أن يرسخ عند المستمع هو أن حركة الأمة كانت حركة متصلة ببعضها البعض، وأن حالة الإصلاح الديني لم تتوقف بأي لحظة من اللحظات، بل ظلت مستمرة في كل عواصم الإسلام. يعني نحن الآن ربما ركزنا في المنطقة الوسط، اسطنبول، الشام، مصر، الحجاز ونجد، ولكن ستلاحظ بأن هنالك الأمة ممتدة من الهند إلى الرباط، هذه المنطقة الواسعة، والمغرب العربي فيه من العلماء والجهابزة والفطاحلة، علماء الفقه المالكي والمذهب المالكي بمقاصده وبعمقه وبتاريخه العميق الضارب في أرض الأندلس. هذه الأرض كلها تقريبا كانت تعج وتمج بموضوع الإصلاح الديني. فالأمة لا تموت ولن تتوقف، ولكنها كما ذكرت ربما تتعثر، ربما تتوقف في بعض المحطات، ربما يحصل لها نوع من المرض فتقعد، ولكنها أمة مستمرة، أمة خالدة بخلود كتابها وببقاء ربها جل جلاله. هكذا هي سنة هذه الأمة وطريقتها واستمرارها. نأتي أيضا إن شاء الله إلى شيخ من الشيوخ الأفاضل المهمين جدا الذين تأثر بهم أيضا الشيخ محمد عبد الوهاب، وهنا نذهب من أرض الحجاز إلى السند، وهو العلامة محمد حياة السندي الحنفي، وهو أيضا من علماء القرن 11 الهجري، وهو من حملة لواء السنة، وولد بالسند ورحل إلى الحجاز وتوطن بالمدينة المنورة، وأقبل عليه الناس لتلقي العلم عنه. ونحن نعرف طبعا أن الهند اشتهرت بأهل الحديث، يعني كثير من المحدثين ربما لو ذكر بأن هنالك عمالقة في الحديث في العالم، فستجد أن نصف هؤلاء وإلى يومنا هذا ربما يكونون في الهند. وإلى الآن أكثر العلماء الذين يهتمون بالإسناد ويأخذ الناس عنهم وتشد إليهم الرحال لمسألة السند هو علماء الهند. فعلى كل، الشيخ العلامة محمد حياة السندي هذا من الذين أيضا يعني كانوا في بلاد الهند، ولكنه ارتحل كما هي الحالة، ارتحل إلى المدينة المنورة واستقر هناك حتى توفي في هذه الديار. هذا أيضا من الشيوخ الذين تتلمذ عليهم الشيخ يعني محمد عبد الوهاب. هنا نلاحظ أن الشيخ السندي هو من تلامذة ولي الله الدهلوي،
طبعا ولي الله الدهلوي من علماء الهند الكبار الذين لهم كتب ولهم مؤلفات، لكن من أبرز كتبه حجة الله البالغة، في كتاب اسمه حجة الله البالغة لصاحبه الدهلوي ولي الله الدهلوي، وكذلك صاحب الحركة الإصلاحية التي عمت الهند والمشرق الإسلامي في حياته وبعد مماته. يعني نلاحظ أن ولي الله الدهلوي عاش لفترة أطول ربما من السندي، وبالتالي استفادت منه الأمة. يعني هو كان مواكب للفترة التي كان فيها السندي وتتلمذ عليه عموما السندي، ولكنه كان أطول عمرا، يعني عمر لفترة أكثر من السندي. وسابق عموما الشيخ الدهلوي سابق للشيخ محمد عبد الوهاب في دعوته إلى قضية التوحيد والاتباع وإحياء السنة ربما ب10 سنوات، فهو تأثر أيضا يعني أو أثر عموما في الحركة النجدية عموما. هذا هو الجو العام، هذا هو الجو العام الذي تأثر به محمد بن عبد الوهاب وولد فيه. وخلاصة ما أريد أن أقوله هنا أن حركة الإصلاح الديني، حالة الإصلاح الديني ظلت تسود العالم الإسلامي شرقه وغربه، وخاصة أرض الحرمين الشريفين، والتي يعني نشر فيها عديد من العلماء علمهم وبثوا فيها علمهم، مثل الروداني المغربي والشيخ صنع الله الحنفي بمكة والسندي بالمسجد النبوي إلى غير ذلك. ومن قبل ذكرنا دعوة الشيخ عبد الله النجدي. كل هؤلاء تأثر بهم بطبيعة الحال الشيخ العلامة محمد بن عبد الوهاب، ولكن أبرز رجلين أثرا في حياة الشيخ محمد عبد الوهاب هو الشيخ السندي في المدينة المنورة، والشيخ عبد الله النجدي في نجد، والذي تأثر بطبيعة الحال بأهل الشام. كانت تلك الدعوة امتداد للدعوة التي اشتهرت في عاصمة الخلافة العثمانية في اسطنبول منذ عصر البركوي أو البركلي وقاضي زادة والأسطواني والوافي وغيرهم من العلماء، حيث تأثر بهم الشيخ محمد عبد الوهاب، وتأثر كذلك بعلماء العراق ومنهم الشيخ محمد المجموعي، ربما هذا من شيوخها أيضا. يعني 3 شخصيات مهمة جدا أثرت في بنية الشيخ محمد عبد الوهاب. أحدهم الشيخ محمد المجموعي، وهذا من علماء العراق ومن مشاهيرهم، وتأثر به عموما محمد عبد الوهاب وذهب في أكثر من رحلة، كما تذكر عموما الوثائق التي تتكلم عن حياة الشيخ محمد عبد الوهاب، وكذلك الشيخ عبد الله النجدي والشيخ كذلك السندي تلميذ الشيخ الدهلوي. كل هؤلاء شكلوا الذهنية والعقلية عموما التي ظل محمد عبد الوهاب متأثر بها في تاريخه الطويل. نأتي إن شاء الله إلى موضوع حركة الشيخ محمد عبد الوهاب. ظهور الشيخ محمد عبد الوهاب كانت في الفترة بدايات القرن الثامن عشر، 1703 إلى 1792، أي من بدايات القرن الثامن إلى نهايات القرن الثامن عاش الشيخ محمد عبد الوهاب هذه الفترة الطويلة، يعني يقارب 90 عاما تقريبا عاشها الشيخ محمد، وهو من رواد النهضة الإسلامية الإصلاحية الحديثة. وكان ظهوره في فترة ساد فيها الجهل والبدع والخرافة، ونشأ فيها يعني كثير من الظواهر التي تخالف ما كان عليه المسلمون في تاريخهم، مثل الظواهر القبورية وغيرها من الظواهر التي انتبه إليها في وقت مبكر الشيخ محمد عبد الوهاب. وقد نشأ الشيخ عليه رحمة الله في أسرة مهتمة بالعلم، ونشأ منذ صغره وهو مهتم بالعلم ومعتني بقضية العلم وتلقيه منذ الصغر، حيث حفظ القرآن الكريم ودرس الفقه الحنبلي على يد مشايخه وعلمائه، ودرس كذلك التفسير والحديث، وتأثر بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله وتلميذه ابن القيم. كما رحل الشيخ محمد عبد الوهاب في طلب العلم إلى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والبصرة والأحساء، وتعرض لفتن كثيرة في العراق. وطبعا في رحلاته إلى العراق يقال بأن كتابه من أشهر كتبه كتاب التوحيد، يقال أنه ألفه في تلك الرحلة التي ذهب فيها إلى العراق وخاصة البصرة. وقد تحالف الشيخ في دعوته مع الأمير محمد بن سعود عليه رحمة الله، ومن هنا حصل ارتباط بين الدعوة والسلطة أو الملك. وبطبيعة الحال فقد ساعد هذا التساند بين الدعوة والدولة، ساعد الرجلين على أن تنتشر الدعوة بانتشار الدولة، وكذلك استفادت الدولة واستفاد محمد بن سعود الأمير محمد بن سعود من حركة الدعوة
في أن قوة المندفعين المؤمنين بدعوة الشيخ واندفاعهم وحماسهم ساعد ذلك بطبيعة الحال كذلك في انتشار الدولة في تلك الفترة. وتبنت الدعوة عموما، ساهمت الدعوة في تثبيت أركان الدولة في الإطار المحلي. يعني الدولة لم تتسع كثيرا، لأننا نشير هنا إلى مسألة مهمة جدا، وهو أن تلك الفترة التي ظهر فيها الشيخ محمد عبد الوهاب كل المنطقة كانت تخضع للسلطان العثماني، فلم يعد هنالك أصلا مشكلة في هذا الاتجاه، ولم تعد هنالك مشكلة في التبعية للدولة العثمانية، باعتبار أن الولايات الإسلامية كلها، ولايات العراق والشام والحجاز واليمن والحبشة كل هذه ومصر كلها كانت ولايات تابعة للدولة العثمانية وخاضعة لسلطانها. فما نريد أن نتكلم عنه كانت الحركة عبارة عن حركة إصلاحية محلية في نجد. سنأتي إن شاء الله قضية بعد ذلك الموقف من علاقتها مع الخلافة، لأن هذه فيها تشويش كثير جدا. وهل مثلا محمد عبد الوهاب كان خارجا عن سلطان الخلافة متمردا عليها مكفرا لها، أم أن هذه كلها تشويش وتشغيب ربما يشقب به ويشوش به خصماء الدعوة الوهابية أو خصماء الدعوة السلفية في نجد، والتي كان من طبعا في الإطار المحلي التي كان يعني انتشرت الدولة والدعوة في الإطار المحلي ضمن مظلة الدولة العثمانية، والتي كان كل من الأمير محمد بن سعود ومحمد بن عبد الوهاب في مظلتها وفي خلافتها ضمن خلافتها ودون الخروج عليها. هذه لا بد أن نثبتها، أن الشيخ محمد عبد الوهاب إلى وفاته لم يكن خارجا عن سلطان الدولة العثمانية، يعني هو كان دعوته والأمير الذي تحالف معه حتى وفاتهم جميعا، خاصة في المرحلة الأولى حتى وفاة الشيخ محمد عبد الوهاب ووفاة الأمير محمد بن سعود، كانا تحت سلطان الدولة ويخضعان بشكل مباشر إلى أمير مكة. يعني هذه المنطقة كانت تتبع أحيانا إلى إمارة مكة، وكانت تتبع أحيانا إلى إمارة الأحساء، ولم يكن هنالك مشكلة شرعية أصلا، يعني لم يطالب هؤلاء بأنهم يريدون الخروج على سلطان الدولة. كما أن الدولة لم يشغلها كثيرا هذه التحولات التي تحصل في داخل الأمراء، بحيث والله تنشأ إمارة أو أمير يتغلب على أمير. لم تكن هذه المسألة بالنسبة أيضا للدولة والخلافة تشغل هذه القضايا الصغيرة، وبالتالي نشأت عموما الدعوة هنا دون أن يكون لها صدام لا مع إمارة مكة ولا مع إمارة الإحساء في المرحلة الأولى بالذات، ولا كذلك مع الخلافة، بل هنالك مراسلات عميقة وعديدة جدا كانت بين الشيخ محمد عبد الوهاب وما بين الخلافة في إسطنبول. وكانت حركة إصلاحية في المجال العقدي والشعائري والسلوكي، وقد تركت أمر السلطة والتدبير السياسي لآل سعود في ذلك الوقت وفقا للفقه الحنبلي وبقية المذاهب الذي عموما عرفته التاريخ الإسلامي في ما يعرف بالأحكام السلطانية. فلم يكن الشيخ محمد عبد الوهاب معنيا كثيرا بقضية الملك والسلطة، وهذه لم يلتفت إليها، وربما يكون ذلك عموما في الدراسات قد يكون ما أخذ مننا آخذ عليه، ولكنه ربما باعتباره شيخ من الشيوخ مهتم بقضية الدعوة وتصحيح العقائد لم يعد معنيا كثيرا بالإصلاح السياسي بقدر ما كان معنيا بقضية الإصلاح الديني. ومن هذه الزاوية ربما نحن نفرد هذه الحلقة لهذا الجانب. عموما إذا أردنا أن نقول ما هي الأصول العقدية والأصول المنهجية التي ارتكزت عليها حركة الشيخ محمد عبد الوهاب، يمكن أن نقول بأن هنالك 4 أصول أساسية لحركة الشيخ محمد عبد الوهاب. الأصل الأول هو الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، التوحيد الخالص، واجتناب الشرك واجتناب المشركين وترك البدع وترك الخرافات وترك الأوهام، والعودة إلى أصول الكتاب والسنة. هذا كان الأصل الأساس الذي شغل الشيخ محمد عبد الوهاب وشغل عموما الدعوة النجدية. فإلى يومنا هذا كل الذين يتأثرون بالدعوة النجدية ربما نلاحظ فيهم هذا النفس، اللي هو قضية الاهتمام بالتوحيد والاهتمام بالشرك. وهنا نلاحظ بأن فيما يتعلق بمفهوم التوحيد ومفهوم الشرك ربما ركزوا بشكل كبير على قضية الأموات وقضايا القبور وهذه، وربما غفلوا أو تغافلوا أو لم يهتموا عموما بقضية ما يتعلق بالشرك الذي له علاقة بالسلطة السياسية. فهذه إلى يومنا هذا تكاد تكون من الأشياء التي تسود في الدعوة السلفية عموما. ثانيا أيضا اهتمت الدعوة النجدية بقضية الاهتمام بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أصل الاتباع
ومراعاة الدليل واتباع الدليل وبناء الدعوة على رعاية الدليل، حتى وإن تمذهبت. صحيح هي كانت الدعوة بشكل عام وعلمائها ومشايخها، وإلى يومنا هذا المذهب الحنبلي هو المذهب الذي يفتى به في قضايا الفروع، ولكن بشكل عام تلاحظ بأن مجتهديهم عندما يصلوا إلى رتبة الاجتهاد تجد بأنهم يراعون بشكل عام الدليل ويدورون مع الدليل. هذا الأصل الثاني. الأصل الثالث هو ما يتعلق بترك البدع التعبدية والشعائرية والالتزام بالسنة وتزكية النفوس، يعني توحيد واتباع وتزكية النفوس من خلال اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، واجتناب كل ما يتعلق بالبدع والمحدثات، انطلاقا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيضا مما اهتمت به الدعوة الوهابية هو إظهار قضايا الولاء والبراء والجهاد في سبيل الله، وكان هذا من أعظم ما استندت إليه، يعني كان ركزت على هذا الأصل ربما تركيز كبير، وما يؤخذ عليها في كثير من المواطن ربما في قضية الدماء وغيرها هو تركيزها على هذا الجانب، ثم دخولها بعد في فترة من الفترات في حروب لأسباب على كل عديدة. فكان قضية الولاء والبراء من أعظم الأصول التي اشتهرت بها الدعوة النجدية. وهنا نلاحظ بأن مسألة عموما يمكن أن يقال بأن هذا المسار، وهو مسار الإصلاح العقدي والسلوكي والشعائري، أو ما أسميه الآن بالمسار الإصلاح الديني، نلاحظ أن هذا المسار كان محدودا، كان مسارا محدودا، وذلك له مسار الإصلاح مسار الإصلاح العقدي والسلوكي والشعائري والإصلاح السياسي المحدود، وذلك لمحاصرة الدعوة ودولتها. يعني ما استطاعت الدعوة مثلا تتمدد ببنيتها كسلطة إلى أبعد من جزيرة العرب. السبب في ذلك حصل طبعا هنالك العديد من المحاصرة، سواء من خلال الدولة العثمانية في أواخر الفترات، أو كان من قبل أيضا الأوروبيين والبريطانيين على وجه التحديد. بسبب طبعا حصلت على كل هنالك بعض الخلافات أيضا أثرت في أن الدعوة اصطدمت ببعض الولاة وبعض الأمراء، واصطدمت كذلك بالدولة العثمانية في مراحل متأخرة. عموما حتى إن شاء الله لا يطول بنا المقام نتحدث عن مسألة الدعوة الوهابية وعلاقتها بالسلطة العثمانية أو بالخلافة. لم يخرج كما ذكرت الشيخ محمد عبد الوهاب فيما دعا إليه على أصول الحنابلة سواء في الفروع أو في الأصول، كما لم يخرج مطلقا عن الخلافة العثمانية ولم يكفرها فيما يثبت لنا من وثائق، لم يكفر السلطة العثمانية، بل كانت المراسلات بينه كما ذكرت. وما يقال عنه في هذه الجزئية، جزئية تكفير السلطة الوهابية أو تكفير المسلمين في الدولة العثمانية، هذه كلها من الأشياء التي تشاع عنه ويتهمه بها الخصوم. بل ظل يدين الشيخ محمد عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود يدينون بالولاء والطاعة للخلافة وللولاية والإمارة في مكة حتى وفاتهما، ولم يخرجا عليها ولم يقاتلا أحدا من ولاتها، ورسائلهم تؤكد ذلك من خلال الاعترافات التي نجدها في الرسائل بالذات التي تسمى بالدرر السنية. وإنما وقع الخلاف مع أمير مكة بعد وفاة الشيخ عليه رحمة الله محمد بن عبد الوهاب، وبعد وفاة الأمير محمد بن سعود في مرحلة لاحقة، ولأسباب ليس هذا مقام تناولها وتفصيلها، ولكنها تطورت مع الوقت، وقد ظلت الدعوة إصلاحية وتحت سلطان الخلافة ورعايتها إلا في مراحلها الأخيرة، والتي سيطرت بريطانيا على المشهد العام في المنطقة، وهنا طبعا حصلت الكثير من التحولات. ختاما، ما هي الآثار التي يمكن أن نلخص بها إن شاء الله مسألة الإصلاح الديني؟ يعني حركة محمد عبد الوهاب انتشرت في جزيرة العرب، بدأت من نجد وتوسعت إلى الحجاز وسيطرت على الحرمين وبسطت نفوذها هناك. ما هو تأثير هذه الدعوة على بقية بلاد المسلمين؟ حقيقة كان لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب من تاريخ نشأتها وإلى يومنا هذا التأثير الأكبر في الكثير من الحركات الدعوية، سواء كان حركات الإصلاح الديني أو كان حركات المقاومة والجهاد أو كان حركات الإصلاح السياسي والفكري. فقد لا نكاد نجد حركة من الحركات إلا وتأثرت في مساحة من مساحاتها بحركة الشيخ محمد عبد الوهاب، والسبب في ذلك أن وجودها في أرض الحرمين الشريفين ساعد ذلك في أن تنتشر هذه الدعوة من خلال الحجاج. فكل الذين يأتون من آسيا، من أفريقيا، من غيرها من بلاد المسلمين،
يأتوا إلى أرض الحرمين، وهناك يلتقون بالحجاج ويتأثرون بدعوتهم. فتعالوا معنا إن شاء الله إلى مسألة التأثير على يعني أثرت بطبيعة الحال في جزيرة العرب كلها. كل الجزيرة العربية تأثرت بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، وهذا ليس محل خلاف. ولكن أيضا أثرت دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب في أفريقيا وفي آسيا. فمثلا في أفريقيا تأثر بها عدد كبير جدا من إخواننا في مصر، وخاصة في الفترة التي نشأ فيها أو كان فيها الشيخ رشيد رضا، تأثر بشكل كبير بالحركة الإصلاحية في نجد، وكتب عنها جملة من المقالات وجملة من الكتابات، وتواصل مع رموزها العلمية ورموزها السياسية والأمراء هناك. وكانت مجلته المنار من أكثر المجلات التي اشتهرت بتناول الحركة الوهابية، وألف كذلك جملة من الكتب، منها الوهابيون والحجاز، وكتابه السنة والشريعة والوهابية والرافضة، والمنار والأزهر. هذه كلها كان يتناول فيها حركة الشيخ محمد عبد الوهاب، ودافع حقيقة عن هذه الحركة وواجه خصومها. كما تأثر أيضا بحركة الشيخ جماعة أنصار السنة المحمدية في مصر، وامتدت بعد ذلك الحركة أيضا في السودان، وتأثرت كذلك هذه المنطقة بحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ومحمد حامد الفقي بالذات هو مؤسس حركة جماعة أنصار السنة في 1926، أي بعد سقوط الخلافة ب3 سنوات أسس جماعة أنصار السنة المحمدية. كذلك في إفريقيا تأثرت بحركة الشيخ محمد عبد الوهاب، تأثرت به الحركة السنوسية في ليبيا، مع أن السنوسي طبعا كان في الجزائر، ثم مركزية دعوته كانت في ليبيا. أيضا نلاحظ هذه الحركة تأثرت بحركة الشيخ محمد عبد الوهاب، وذلك في منتصف القرن ال19 الميلادي ظهرت دعوة إصلاحية اتخذت من ليبيا مركزا لها، وكانت بزعامة محمد بن علي السنوسي اللي هو في سنة 1878-1859، وتنسب إليه الدعوة السنوسية. وتأثر عموما السنوسي بالدعوة النجدية، الدعوة السلفية في نجد، وأقام جزء كبير من منظوره الدعوي والفكري والمنهجي على التأثر بدعوة الشيخ محمد عبد الوهاب. أيضا من القضايا التي نلفت إليها النظر بأن الدعوة الوهابية أثرت بشكل كبير في غرب أفريقيا، حيث كان الشيخ عثمان دامفوديو، وهو من ينسب في ذلك الوقت إلى ما يسمى بأرض السودان، ليست السودان الدولة الحالية، ولكن كان يطلق على مناطق النيجر وتشاد ومالي الحالية، كان يطلق عليها السودان، ولكن أخيرا انتهى مسمى السودان إلى الدولة السودانية الحالية. في هذه المنطقة، منطقة تشاد ومنطقة النيجر ونهر النيجر تحديدا، نشأت هنالك دعوة قادها الشيخ العلامة عثمان دامفوديو، وهو من الذين ذهبوا إلى الحجاز والتقى بمشايخ الدعوة في نجد وتأثر بهم، ثم عاد بعد ذلك إلى أرضه في السودان، اللي هو السودان غرب أفريقيا. وهناك تأثر عموما عثمان دامفوديو، أثر على قبيلته، قبيلة الفولان أو الفولة، وبدأ دعوته عام 1802. بدأ عام 1802 حروبه مع قبائل القاطنة على نهر النيجر. هنا طبعا تأثر واضح أن محمد عبد الوهاب دعوته هنا في غرب إفريقيا أخذت ذات الطابع الجهادي الذي كان في نجد. يعني لاحظوا هنا الآن التأثر بطابعين، طابع جهادي مقاوم وطابع كذلك علمي. فعلى كل تأثر به كذلك، وامتدت عموما دولة الشيخ عثمان دامفوديو في نطاق واسع جدا في منطقة تمبكتو وإلى حدود تشاد، واستمرت لقرن كامل إلى أن اجتاحتها الجيوش الأوروبية. يعني قرن كامل ظلت متأثرة، هذه قائمة دولة متأثرة عموما بالدعوة. ختاما يمكن أن نقول كذلك دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب أثرت في الهند، مع أننا ذكرنا بأن الهند من حيث الحركة، حركة التوحيد والتجديد وأهل الحديث، كانت متوافرة بسبب تأثر الناس بالشيخ السندي وتأثرهم بولي الله الدهلوي. ولكن أيضا بعد قيام الدولة في نجد والحجاز تأثر العديد من رجالات العلم والإصلاح في مناطق بنغلاديش وفي مناطق الهند الحالية ومناطق باكستان الحالية، ونشأت لهم إمارات، ولكنها طبعا أسقطت بعد فترة من الفترات بسبب الإنجليز. خلاصة ما نريد أن نقوله بأن حركة الشيخ محمد عبد الوهاب أثرت بشكل كبير علميا وفي الإصلاح الديني، وأحيت في الناس روح العقيدة الصحيحة والاتباع الصحيح لمنهج السلف رضوان الله عليهم، والتجديد، خاصة ما نسميه الآن بالتجديد الديني، ساهمت فيه مساهمة كبيرة. ولكنها أيضا كانت حركة ممتدة
لكل حركات الإصلاح الديني من الهند إلى العراق إلى الشام إلى إسطنبول إلى مصر. كانت عموما حركة متصلة ببقية الحركات، ولم تكن واقعا منبتا نشأ فقط كده في جزيرة العرب. ونكتفي إن شاء الله بهذا القدر في هذه الحلقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم لما يحب ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حتى الممات. ha 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 ha